لك سفيان الراشدي. كان معك الحارس ياسين بونو الذي تكلم عن أن المباراة كانت في بدايتها صعبة، وربما هو ما أثر على المؤدى العام خصوصا الجولة الأولى. زيد، باش نكونوا واضحين بالنسبه للرأي الشخصي، واحد الكلمه قالها بولا، انا كنركز كيف ما قال سي سهيل، خصني نعرف شنو باغي يخفي تحت السطور. ربما ماشي يخفي تحت السطور، ولكن قال كاين هذه اللعبه، راه كاينه. هو باش تقول عكس ما تفكر فيه. كاين هذه اللعبه، لانه قال احنا في واحد البطوله اللي ربما راه كان عندنا سيناريوهات وعندنا مجموعه من النماذج اللي داروا نفس الطريقه باش يوصلوا للاهداف. لا، هو هذا من جهه، ومن جهه اخرى انه بونو ما تكلمش نهائيا على المنافس المستقبلي، وتكلم على طريقه اللعب. انا اللي جرني اكثر هو ان المنتخب المغربي مثلا قبل نمشيو لمرحله وليد الركراكي ونمشيو لمرحله محمد وهبي، باش ناخذوا الامور ما نشوفوهاش بسطحيه، واحد شويه ديال المنطق وشويه العمق. هذه المباراه الثالثه الرسميه لمحمد وهبي، بلغه الارقام تعادل وفوزين مزيان. لكن على مستوى الاداء بونو قال ما دخلناش في المباراه ومشينا اتاك ديفونس، بمعنى ان المنتخب المغربي وفق هذا افتراض بطبيعه الحال او استنتاج، ما كانش محضر المباراه بهذا السيناريو، ما كيبغيش يمشي لاتاك ديفونس، ما يبغيش يمشي الريتم مثلا اللي شفنا البارح مثلا في كولومبيا والكونغو، وحده هنا وحده هنا. لا، انا خصني نشدها ونعرف اش باغي ندير. وراك تعرف السؤال هذا بزاف قبيله على هضرت على حكيمي وادواره وعلى شي حوايج معينه، فالمنتخب المغربي او وهبي كيمشي بهذه الطريقه اكثر. السؤال هنا، واش اللاعب ديال المنتخب المغربي هاضمين 100% فكر وهبي؟ هذا واحد. جوج، واش الطريقه اللي كيلعب بها المنتخب المغربي اليوم واش باش نرسخ الافكار ديال وهبي ولا نحقق نتائج؟ والسؤال الثالث المهم هو في مباراته الاولى مع منتخب كبير جدا كيف كان الاداء؟ دونك هنا نقدروا شويه نخرجوا بواحد الخلاصات كيقول بان المنتخب المغربي راه لم يكن سيئا في دور المجموعات باختلاف المباريات، لان المباريات كانوا بواحد الريتم. لانه بونو ضحك، انا علاش غنكون مقلق؟ راه ثلاثه الماتشات وانا كنخرج مقلق انا وسي سهيل، كل ماتش ما عجبناش الحال شي حاجه، لان احنا كنتظروا الشوط الثاني في المباراه الاولى، الشوط الثاني في المباراه الثانيه، والشوط الاول في المباراه. كل مره كاينه شي حاجه. كل واحد فينا كيبغي يشوف المنتخب ديالو ممتاز جدا. ما احنا متفقين بانه ما يمكنش كما الشوط الاول غتكون ممتاز والشوط الثاني ممتاز، هذا من النادر، لانه حتى الفريق الاخر لازم يكون عنده رد فعل. لازم لكن البرازيل كانت سيئه في الشوط الاول، واسكتلندا كانت سيئه في الشوط الاول، ومن بعد صدركم يعني هذا يقدر يكون امر طبيعي في المباراه. لكن بالنسبه لك انت دائما انه اشنو تتمنى اكثر؟ انه نتمنى الفريق ديالي ما يكونش جيد في الشوط الاول والشوط الثاني، لانه الشوط الثاني كيبدا يلعب بالنار كما كان الشوط الحسم. كمل زيد. لا كمل. لا اسمح لي قاطعتك. لا بالعكس السي الله يودي بصح. انا كنهضروا بالضبط على لانه لا، هو انه الريتم فاش شفنا المباراه ديال البرازيل هذاك هي المباراه المرجئيه، فاش واجهت منتخب قوي كيفاش كنت. اذا كنت مقنع اول حاجه. ثاني حاجه، واش تحصرنا على الاداء او النتيجه؟ لا تحصرنا على النتيجه، لم نتحصر على الاداء، بالعكس قلنا اداء ممتاز. وقفنا المنتخب البرازيلي بدليل ان هذا المنتخب هو من تصدر المجموعه، بل وفاز باقناع. ما شفناش المباراه ديالو دابا مع اسكتلندا، ولكن اسكتلندا راه كان زائد واحد مع في الاهداف مع هايتي وناقص واحد معنا وعنده 3 نقاط، وربما يقدر يفقد التاهل كاحسن التوالت بسبب هذه المباراه. اذا في جميع الحالات دور المجموعات بالنسبه للمنتخب المغربي لم يكن سيئا من ناحيه الارقام. على المستوى الانتظارات ربما كانت الانتظارات اكبر. علاش؟ لاننا مشينا مع المنتخب المغربي بفكر قطر 2022، ما مشيناش بالمباريات الاخيره، ما مشيناش بالمباريات التجريبيه، ما مشيناش بكاس افريقيا نكونوا مباشرين في كاس افريقيا. لم حتى الانتظارات كانت اكبر. كان مقنع المنتخب المغربي في مباراه او 2. تغيير جيل، تغيير عدد من اللاعبين، تكلم بونو على عدد من اللاعبين يعني ادخالهم، تغيير مدرب. احنا كنتكلموا على 3 مباريات رسميه، وتغيير مدرب بفكر اخر مغير تماما لفكر المدرب السابق، فكر مختلف جدا، مختلف. ربما سي سهيل يدخل اكثر في امور تكتيكيه، لانه مثلا ادوار لاعبين معينين اللي لعبوا، انا نتكلموا اللي لعبوا مع وليد الركراكي. تكلمنا على حكيمي، راه قلتوها. حكيمي الدور اللي تعطاه الان مع وهبي ليس هو نفس الدور اللي كان كيتعطاه مع. انا قلت بانه مع ذلك نتابع مباريات حكيمي، تبداها من اول مباراه، المباريات الوديه الان ما
حش بانه اعطانا شي ماتش ريفيرونس مقابل مباريات كثيره كانوا ريفيرونس ديالو مع المدرب وليد. لذلك لاحظت بانه مثلا في اشياء اللي مطلوبه على المستوى التكتيكي، تغيير مراكز ديالو بتنسيق مع دياز، كيفاش انه خصو يدخل الوسط لما الاخر يفتح، كيفاش انهم يرجعوا ويغيروا. فهذه كلها اوتوماتيزمات ما تعتبر جديده، راه كثير من هو لاعب محترف غادي يطبقها، لكن كتدخلوا في واحد النهج ديال اللاعب اللي مختلف على ما تعود عليه وانه يمشي في الكروار، خصوصا انه هو يخوي الكروار لانه هو اسرعهم. نعم. في وقت اللي مثلا كنا كنشوفوا الزلزولي في الجهه الاخرى كان هذاك هو الشيء المثالي، انه تكون عندك خطوره هنا وتكون عندك خطوره في الجهه الاخرى. نعم. فلذلك انه يتاقلموا كما قال اخي زايد مع الفكر تاع المدرب. فكنلاحظوا بانه لاعب مثل حكيمي صحيح كيجي مثلا في مباراه واحده كيعطينا بعض يعني الفلاشات خلال مباراه مقارنه مع كيضيع كرات، اشياء اللي ما كناش متعودين. لكن كنشوفوا انه حتى الهدف اللي سجلت البرازيل ما قدرش يرجع، لانه بدا كيغير حتى الريتم ديال مع انه من الناحيه البدنيه راه ما كاينش خو ما شاء الله عليه، لكن لاحظنا بانه اشياء كما كتزيد تاكد الكلام ديال اخي زايد انه لازم انه هذا يتهضم هذه الطريقه ديال اللعب اللي بغى المدرب. انما فقط باش نلخص انه المباريات مشات من الناحيه التراتبيه كنقولوا من المباراه القويه الى، لكن على مستوى الاداء لاحظنا العكس، لاحظنا انه بدات قويه وبقات غاده وكينزل من ناحيه. وهذا انا لما كنتكلم على الثقه انا مآمن، عندي احساس انه المنتخب ديالنا في المباريات الكبيره غادي يكبر معها، عندنا لاعبين ديال مباريات كبيره، فبالتالي انه ننتظروا. لكن على ما شفنا كيبقى عندك شويه ديال الخوف، شيء طبيعي. لو ان كل مغربي الان تشوفه خايف عرف بانه هذاك راه بقدر المحبه كيكون العتاب. انا معه بلال الخنوس كان برسائل واضحه. تفضل. هذا ما نسولكش عندك تعقيب. الخنوس مشى مباشره لواحد النقطه مهمه كتعقيب او اكمال الفكره ديال سي سهيل، هو الافكار ديال وهبي اللي غتهضم من طرف اللاعبين. وهنا الخنوس، وهذا سؤال ذكي جدا من الزميل سفيان الرشيدي، ماذا قال بين الشوطين؟ احنا فاش كنتكلموا على لاعبي المنتخب المغربي باش نكونوا واضحين، مع وليد الركراكي ومع محمد وهبي فيما ظهر غير هاد شويه، احنا راه ماشي فرقه ديال ندومينيو، احنا لسنا منتخبا يسيطر على المباراة بالطريقة التقليدية التي يعرفها الجمهور وتعجب الجمهور. غتريح وغتصفق وتبدا تعجبك الضريبة. بلغة كرة القدم لا، وصلنا إلى التاج، ماشي التاج وإنما وصلنا إلى المجد العالمي في 2022 بواحد التكتيك معين. هذا التكتيك قال عليه الخنوس دابا أن أي كرة كتضيع هي كونتر اتاك للفريق المنافس، مساحه الفارغه. لماذا؟ لان اللاعب المغربي الف انه هو اللي كيقطع الكره وكيدير الكونتر اتاك، فلا يعتبر ان هذيك الكره اللي كتقطع عليه راه تشكل عليه خطوره. ولاحظوا معي انه المباريات ديال المنتخب المغربي في هذه السنوات الاخيره كامله، اي مباراه نحن مرشحون لها ونلعب من منتخب اقل منا كنعانيو، كلها تقريبا كنعانيو. علاش انا وضعت واحد السؤال، واش حنا اصبحنا منتخب ضد الاقوياء، نلعب ضد الاقوياء فقط؟ لان هذيك الطريقه باش تكونوا واضحين، انا هذيك الطريقه ما غنسميوهاش لا باص لا بلوك لا ما غنسميوهاش. السي سهيل كيوجد في الوراق ربما حاطها اللي مخبي. فهذيك الطريقه هي اللي كما قلنا عطاتنا المجد وعطاتنا الهويه ان هذيك الطريقه خصها تتطور. ولكن في مباريات مع منتخبات اقل يعني لا مركزا ولا قيمه، فاش كناخذوا الكره ونبغيو نصنعوا اللاعب نعاني. كنتذكروا الاقصاء امام جنوب افريقيا، اكثر شيء خلانا نتقصاو هو اننا بغينا نديروا الطريقه ديالنا وعطينا جنوب افريقيا كره وندماتنا. لا، بعض المرات دابا مع اسكتلندا ومع هايتي بغينا نتحكموا في مجريات اللعب، باقي ما هضمناش. نحيدوا شويه اسكتلندا. انا الفلسفه اللي بانت لي ديال اللاعب هي انك كتدخل بالانتونسيتي، هذيك الشده من خلال هذاك الريتم، ذاك الايقاع. مع البرازيل، مع النرويج كاع قبل، مع النرويج الشوط الاول بمعنى كتربكهم، كتحاول تستافد، كتسجل هدف، بعد ذلك كتدخل في لا جيستيون الشوط الثاني. وهذيك لا جيستيون واش فولونتير ولا ماشي، واش يعني هناك رغبه مخططه او انه بالفعل ما يمكنش انك تبقى غادي بهذيك الانتونسيتي، وهذا هو الشيء اللي طبيعي جدا المنطقي. فلذلك اللي لاحظت انه
هذا القرار قرار جيد جدا، لكن اليوم حدث العكس، انه الاخرين اللي جاوا لعندنا واخا ما كانش عندهم الكره، بمعنى انه بحال ما يخليوناش نوصلوا عندهم باش النوس. صحيح صحيح. هنا غادا تضاف لها شي حاجه اللي بالاضافه انك دهشتي، انك بحال قللتي منهم. هنا كتدخل في يعني كتسوزيستيميهم، يعني انه شويه ديال التقليل من القيمه ديالهم كفريق اسمه هايتي، كلاعبين اللي ماشي شي لاعبين كبار. وهنايا خلاتنا مجموعه كبيره ما كانش مركزه. كيبقى الوحيد اللي في رايي كان مركز 100% هو الخنوس، اللي دار شخصيا انا لما كنت كنتابعه في الاول ما كانش كيعجبني بشكل كبير، لكن لاحظت بانه دار دي با القدام من ناحيه لاميلوراسيون، من ناحيه التطور. من اللي مشى ليستر وخصوصا الان مع ستوتغارت، فكتحس بانه الجانب البدني جاهز، الجانب التكتيكي راه كيسد الجهه اللي ماشي جهه ديالو. فكتلاحظ بانه اللاعب المتطور بشكل كبير في المنتخب ديالنا فهو الخنوس. نعم تفضل زيد. يعني بالمنطق وبكل حياد هذا الشيء اللي وقع بالضبط في المنتخب المغربي، تطور لاعبين، تراجع لاعبين، تغيير منظومه، تغيير الطريقه. كيف ما قال السهيل دابا حنا كنهضروا على المستوى انه غادي مثلا كينزل، ولكن المستوى كينزل فاش؟ واش في الاداء كيف ما قلنا ولا في الفرجه؟ الا كنتكلموا على الاداء لا، راه عندنا واحد الشخصيه اللي هي غندخلوا بديك الرغبه المباشره وغنكونوا حنا الاقوى في البدايه. هو اللي دارت لنا هايتي اليوم. فاش دارتو هايتي لمح لها الخنوس هي في الكلمه ديال راه اي كره تقطع راها كونتر اتاك. لماذا؟ لان هناك تراخي مثلا فاش كتقطع الكره، حيت تقطع الكره وانت مثلا مهبط البلوك يعني داير الدفاع، راه غتقدر تقطع في المساحه ديال المنافس، يعني تقدر ما تشكلش خطر. الكره ديال دياز الهدف الثاني ما تعاملش معها بنفس الحده لو كان في المنطقه مثلا الهجوميه، يعني الا ضاعت بديك الطريقه ربما تعامل معها بالفكر الهجومي، راه واخا تضيع. لا ضاعت لقينا بوط تماركات، ما كاينش هنا ما فيش ضحك 30 متر، هادشي ما فيش ضحك. هذا كاس عالم، كل هدف شنو كيساوي بين قوسين، بحال هدف رحيمي وهدف جسيم. اهداف تساوي الشيء الكثير، تاريخ. اذا هنا في المباريات القادمه ربما انا شخصيا دائما اتمنى مواجهه المنتخبات التي تحب امتلاك الكره. لا فرق ما بين القويه وتحب، لان القويه شويه تحب امتلاك الكره. علاش؟ لان في امتلاكها للكره نركز اكثر، نصنع اللعب بطريقه اكثر، ممكن تهضرها بسهوله. هذيك هي طريقتنا سي سهيل باش نكونوا واضحين، لانه فعلا ونحن نمتلك الكره نقدروا نمتلكوا بواحد الطريقه اللي قال نرجعوا للبونو. في البرازيل خدينا كره ولكن ما خديناهاش باش نمشيو نهاجموا في كل الكرات، لا خديناها اللي قال البونو ما مشوش دفاع هجوم دفاع هجوم، لان غتنهكنا ما نقدروش على دفاع هجوم. اي فريق في العالم ولا منتخب في العالم راه خصو كيقولوا بلغه الكره تفيق الصباح بكري الا بغيتي دير دفاع هجوم راه ما يمكنش. لذلك فربما كتبقى مع الريال بارسا ديك الريال شكون لك الريال ياك فلذلك هذا الايقاع يعني الصوره تتضح، لان من تصريحات اللاعبين وحتى المدرب يتضح الرضا، يتضح انه السبب عدم الدخول في المباراه بشكل جيد. واللي بان لي اكثر سي سهيل واسمح لي وانه حتى واحد متكلم على المركز الاول كانهم يريدون ماشي يسعون الى المركز الثاني، لا كانهم يريدون كل مباراه بالحده ديالها، ولكن حنا بغينا المركز الاول اكثر ربما. وفعلا طمحنا ليه لانه باش يبقاو كان ممكن لو انه لا كانت ممكنه جدا، كانت المنتخب اللي كتواجهه ممكن انك تنتصر عليه بسهوله لو كان تركيز كبير مع فريق الامكانيات اللي موجود. نعم صحيح. على اين نحن